السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اغلبية الفيديوهات اللي كنت بنزلها كانت في دايما تعليقات بتجيلي زي الانجليزي، والناس كتير قوي بتتكلم على الانجليزي. صراحة انا معاكم ان الانجليزي مادة باردة، كلماتها كتير قوي، الجرامر بتاعها صعب، فيها تريكات كتير قوي. فالمهم انا في الانجليزي كنت باخد مع مدرس كان بيدي سنتر، وكان مش مشهور. يعني مش عارف، تقريبا في السنة بتاعتنا كان تقريبا عنده بتاع 10,000 او اقل كمان. هو ما كانش مشهور، بس هو مشهور عندنا احنا في المكان من زمان جدا. فالمهم ان هو عمل مراجعة على اليوتيوب، والمراجعة دي ضربت، والحمد لله دلوقتي هي تقريبا معدي 100,000. وانا كنت ضايع في الانجليزي جدا، فحولت معاه اونلاين. يعني انا كنت باخد سنتر، بس بصراحه مستواي ما كانش حلو في السنتر، فحولت معاه اونلاين، والمستر ده بيدي اونلاين في ثالثه ثانوي. واجمل حاجه في ان هو كان كل شويه يعمل لنا مراجعه على القديم كله. يعني مثلا كانت نص السنه عمل لنا مراجعه على كله، وفي اخر السنه عمل لنا مراجعه على القديم كله، وعمل لنا ليله الامتحان، وعمل لنا ليله الامتحان. ليله الامتحان دي صراحه كانت مراجعه جامده جدا. ليله الامتحان دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن كتاب صغير. الكتاب ده جايب لك كل الكلمات المهمة عندك في الترم. يعني الكلمات كلها اللي مش مهمة هو ما كانش بيحطها، كانت الكلمات المهمة بس. يعني كانت تقريبا الوحدة تقريبا مقسمها في صفحة أو صفحة ونص. كل الجرامر بكل التريكات يا جدعان. صراحة بسم الله ما شاء الله، المستر ده اسمه مستر إبراهيم فريد. مستر إبراهيم فريد، اكتب كده على اليوتيوب مستر إبراهيم فريد هتلاقيه، واكتب على جوجل لو عايز تجيب منصته مستر إبراهيم فريد هتلاقي برضو منصته. هو اتشهر في دفعتنا احنا اللي هي 2024. انا كنت بروح له سنتر من قبل ما اروح له، من قبل ما هو يتشهر اصلا. فالمهم يا جدعان، كان عامل المراجعه دي، كانت فيديو تقريبا، آه كان فيديو تقريبا 6 ساعات، كان لامم كل حرف. وخلي بالكم مستر ابراهيم فريد بيقول الحاجه بالتريكات بتاعتها. يعني بيقول لك ممكن السؤال ده يساله بطريقه كذا، ممكن يساله بطريقه كذا. و... وساعتها صراحة أنا لميت الإنجليزي في اليومين اللي هم قبل الامتحان دي. أنا كنت ضايع في الإنجليزي جدا، مش حافظ كلمات، فهو كان كاتب الكلمات المفيدة بس. وصراحة الامتحان ما خرجش بره الكتاب. ممكن أحط لكم صورة الكتاب تشوفوها، لأن أنا كنت منزل فيديو على التيك توك في يوم ليلة الامتحان. والفيديو ده برضو جاب مشاهدات كتير، جاب تقريبا 200 ألف مشاهدة حاجة زي كده، وبرضو فايرال جدا. وناس كتير قوي كانت بتسألني على المراجعة بتاعته. فهو اسمه مستر إبراهيم فريد. انتوا بقى شوفوا، هو أكيد هيعمل مراجعات تاني، وهيعمل ليلة الامتحان، وهيعمل مراجعات كتير. بيتهيألي انت لو خدت الموضوع جد وخدت الكتاب بتاعه ده، او شفت المراجعة بتاعته وذاكرتها باتقان، يعني بص هو هيوصل لك المعلومة بسهولة. الكلمات دي عليك، الكلمات هو مش هيقدر يعمل لك حاجة عليها، بس هو كان بيقول الكلمات بشكل قصة عشان تفهمها وتلزق في دماغك. لان هو كان دايما بيقول لنا انا مش عايز اديك كلمات بعواميد وتقعدوا تحفظوا، لا هو كان بيديك قصة، وانت القصة من كتر ما انت بتقراها بعينك الكلمة بتلزق في دماغك، ودي طريقة احسن طريقة حفظ الكلمات. الجرامر بقى كان بيبسطه بطريقة سهلة جدا. يعني انا كنت دايما لما بسمع الجرامر مع مدرسين تانيين كنت احس ان الجرامر صعب شوية، ولكن صراحة لما شفته مع المستر كان بيبسطه بطريقة سهلة جدا. على فكرة انا خدت معاه في اولى وتانية وتالتة، يعني انا خدت معاه 3 سنين. وبس صراحه مستر ابراهيم فريد حلو جدا، وهسيب لكم برضو رابط قناته تحت، او انتوا ابحثوا عليه، عشان لو ما سبتاش انتوا ابحثوا عليه على اليوتيوب وهتلاقوا رابط قناته. دي كده كانت المشكله بتاعت الانجليزي.